إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واجتهدوا في الأخذ بما فيه صلاح قلوبكم وأعمالكم، فإن القلب هو محل نظر الله من العبد، وصلاحه وبصلاحه تستقيم الجوارح وتصلح الأعمال وتسدد الأبواب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر الحديث. وفيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكم في الكتاب والسنة من آيات صريحة وأحاديث صحيحة اشتملت على التنويه بشرف القلب الصالح، وأن صلاحه أصل كل عمل صالح. ذلكم يا عباد الله لأن القلب هو أشرف ما في الإنسان ومحل العلم منه والعرفان، فإذا صلح قلب المرء استنارت بصيرته وطابت سريرته وخلصت نيته وعظمت في الله معرفته وامتلأ من تعظيم الله وهيبته، وخُطِبَ بالقرآن بإخلاص التوحيد وتحقيق الإيمان. وكان أشرف العطايا وأجل النعم والمبارك على الجسد إذا صلى، وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد. فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من الأسرار والغيوب، الذي يحول بين المرء وقلبه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وأسباب جنته. ولما كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
لا ومقلب القلوب. ومن دعائي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أكثر الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيها المسلمون، إن القلب الصالح والقلب الخاشع اللين الوجل لحياته عند ذكر الله سبحانه، الرحيم الرقيق لعباد الله، وهو الموعود بكل خير من الله في دنياه وآخرته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. استغفر الله لي ولكم واستغفروه.